بص، بصراحة أنا كنت هقفل الكومنتات بعد الكومنت ده من أهم 3 كومنتات جات لي قبل كده. لو أنت ثابت على الميزان ومش عارف تخس فأنت أكيد جسمك مخزن مية، وعشان تنزلها لازم تشرب شاي بقدونس وكرفس. بس شاي بقدونس وكرفس هيخلي جسمك ينزل الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم زي ما الكومنت ده قال، وده اللي أنا قلت إن أنت لو عايز تخس فأنت لازم تاخد الإلكترولايتس دول. طب إيه، أنا بقيت بهري في إيه؟ أقول لك خد شاي بقدونس وكرفس عشان ينزل جسمك مية، وأقول لك في فيديو تاني خد الإلكترولايتس عشان لو أنت ناقص من عندك الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم بالذات في الحر انت مستحيل تخس. هتعمل كل ده ازاي؟ ركز معايا، وده من اهم الفيديوهات لازم تكمل معايا لاخر ثانيه فيه. لو جسمك بقى ما خدش دول فانت مبروك عليك، هيبقى عندك ارهاق وتشنجات ورغبه اكتر في السكريات وبتهبط في الصيف، وبالذات في الصيف المشكله دي عماله بتكبر. في الصيف المشكله عماله بتكبر ليه؟ لان انت جسمك بيدخل في حاجه اسمها هايبو اسموتيك ستريس. انت عمال بتشرب ميه والملح قليل لان انت مقلل الملح، فجسمك بيبدا يخزن ميه اكتر. لو الصوديوم كمان عالي اللي هو الملح فانت جسمك برضه بيخزن ميه اكتر. فيبقى احنا عايزين نعمل توازن ما بين كل دوت. هقول لك بالظبط مثال اليوم ازاي من اول ما تصحى لحد ما تنام، امتى تشرب شاي بقدونس وكرفس، وامتى لازم تعوض جسمك بالصوديوم والبوتاسيوم اللي هو محتاجه. الصبح انا عايزك تاخد مشروب الالكترولايتس اللي هو فيه صوديوم والمغنيسيوم اللي انا قلته في الفيديو اللي فات، وعايزك ترجع تشوف الفيديو اللي فات، وده هيديك طاقه كل اليوم كويس جدا ويقلل رغبتك للسكريات. بعد الغداء ده الوقت اللي هتاخد فيه شاي بقدونس وكرفس عشان جسمك يبدا ينزل الميه اللي متخزنه وتشرب معاها ميه كتير. عايزك تعمل 20 دقيقه مشي بعد الغداء بساعه عشان جسمك مع العرق الخفيف هيبدا يطلع الميه اللي متخزنه اكتر. ولو انت بتصحى الصبح رجلك مورمه كده شويه فالمغنيسيوم لازم تاخده بالليل قبل النوم، وممكن تاخد موزه كمان في الفاكهه بتاعتك لو انت حاسس ان العرض ده بيتكرر عندك. فمن الاخر الحل في العلم، العلم دايما هينقذك يا صاحبي، وهيقول لك ان انت مش فاهم، بس احنا الحاجات دي لو نظمناها وخليتها عندك وفهمتها كويس هتعرف تتعامل على الاساس ده. فانت لو بتهبط كتير وعمال بتدوخ ومش قادر ومش عارف تاخد نفسك، مشروب الالكترولايتس هيبقى مهم جدا. ممكن تضغط على الكومنت ده تشوف الفيديو اللي كنت بتكلم على اهميته. لو انت جسمك مخزن ميه ومنفخ وحاسس ان انت ايدك بتعلم فشاي بقدونس الكرفس هيكون مهم، بس ما ينفعش تفضل تاخده كتير لانه مضر للبول جدا. فانت لو قعدت تاخده كتير جدا هتهبط اكتر في الحر، فتبقى عاملها ازاي؟ قول لي في الكومنتات انت فهمت الموضوع ده ولا لا، وربطته بالمشكله اللي عندك ولا لا، وعايز نتكلم في ايه في الفيديوهات اللي جايه.